ايه يا عم منزلني من فوق، في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ مفيش يا عم حاجه، انا قلت بس كنت عايز اخد رايك في حاجه كده، وكنت عايز يعني خير عارف انت عشره عمري يعني حبيبي، انت على دماغي. واحنا بقالنا سنين مع بعض وعيش وملح. حبيبي على دماغي يا اخويا. انت عارف وأمورني. الدنيا صعبه اليومين دول يا عمرو، وكنت عايز منك خدمه يعني. يا نهار ابيض، وامورني يا اخويا. سلام. كنت مزنوق بس في قرشين كده افك بيهم الدنيا لحد ما ربنا يفرج. عشان يا عم هي الدنيا صعبه عليا وعليك، انت فاكر يعني انا ميح اخوك مجنط لا يعني حاجه واقع من بسيطه الدور بس. العاشر. يا عم بص، يعني بالكتير شهر او 2 وهدي لك الفلوس على طول. للاسف يا اخويا، عليا اقساط وعليا مدارس وعليا غلا وعليا كهرباء وعليا غير عليا ليله. طب ليله يعني انت أقول شوف لك على حد حاجة، يديك أقول لك على حاجة. ويديني. يا عم ماشي مفيش مشكله. طب بص اقول لك على حاجه، ما تشوف لنا حد يصرفنا في 20000 جنيه هنعمل بيهم مصلحه على السريع. 20000 ومفيش بص مش هكمل 15 20 يوم وهديله حسنتهم يا باشا، هرجعهم له 30000 جنيه. ال 20000 هترجعهم 30؟ اه لا، ما وانا كمان هرزق من وراه يعني، ده هي مصلحه حلوه ما شاء الله يعني. يخسر. تفك الزنقه اللي عندي وهو كمان يتراضى. يعني ال 20 ب 30. طب لو مثلا 50 ترجعهم كام؟ ال 50 دول مثلا ممكن يعملوا لهم بتاع 70 80 الف جنيه، ده غير من رضيتي. اكيد. لا، كلامك ده دي مصلحه خلصانه يعني ما فيهاش حاجه. كلامك ثقه. والله العظيم بص ولا كلمه. طب انتظرني بس 10 دقايق. رايح فين؟ هسحبهم لك من هنا واجي. اسحبهم لي. ثواني بس يا صاحبي، اوعى كده تروح في صاحبك؟ حته. كده صاحبك؟ هجيبهم لك والنبي ما تسيبني والنبي. ده انت كده حبيبي. حبيبك، شفت النفوس بتغير